اسال في موضوع المنتخب، وايه القصه بتاعت اكبر قلعه رياضيه اللي احنا بنتخانق عليها ديت؟ ايه الموضوع؟ الزمالك يقول الزمالك اكبر قلعه رياضيه. انا احكي لك القصه عشان اريحك. القصه اللي انت بتقول عليها اتجدد. ينتمي لاكبر قلعه رياضيه في مصر. انا ولا مين؟ طبعا ده شرف ليا. طبعا احنا فرق قلعه رياضيه المفيد منه اكبر قلعه رياضيه في مصر. انا رسالتي وجها زي ما انا برضو بحب اقول هو اكبر قلعه رياضيه في مصر. أقول ممكن نائب رئيس أكبر قلعة رياضية في مصر كما يقول الكابتن حسين لبيب. الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. مهم جدا مين اكبر قلعه رياضيه في مصر. موضوع شائك. انا كوجهه نظر اكيد طبعا بنتمي النادي الاهلي، واكيد يبقى النادي الاهلي بامكانيات قلعه رياضيه لازم يفهمنا اكبر قلعه رياضيه بناء عليه. يعني اي حد يتكلم في حاجه المفروض يقول لنا مالهاش علاقه. أقول ممكن نائب رئيس أكبر قلعة رياضية في مصر كما يقول الكابتن حسين لبيب. ده شيء حقيقي ومسلم بيه. مسلم بيه. في انا بعد الماتش بدا يحصل تصريحات كلها فيها بحس فيها مبالغه. اقتراح للنادي الاهلي من باب يعني الفن، يعني ان احنا بنضحك مع بعض، يعني ان هذه الامور بتشغل الراي العام، يعني ان مساله واحد يقول انا اكبر قلعه رياضيه في مصر فدي تزعج الجانب الاخر اطلاقا. يا سيدي ما تزعلش، الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، الاهلي هو هرم الرياضه الاول في مصر. او خد تصريحه، ادي جمله ارقام. ما ينفعش تقول لي طب ما الاهلي بيقول كذا، طب الزمالك سوري الاسماعيلي بيقول كذا، طب ما المحله زعيم الفلاحين. طب انت بتخلط الامور كده، فاهم؟ حر زي محمد رمضان قال لك انا نمبر 1، انت حر قول اللي انت عايزه. المهم لما تيجي تقول حاجه مثلا تقول الاهلي بطل كاس العالم للانديه، ده رايي، ده مش رايي يا حبيبي. ماشي ده طبعا تاريخ يا حبيبي. ماشي، بس الاهلي عمر ما كان بطل كاس عالم. ايوه عمره ما هيبقى كده. اذا القلعه عندنا قلعتين. عمره ما، فانت ما ينفعش تقول لقب او تقول وصف او تقول شعار او سلوجان زي ما الناس بتقول، يعني مرتبط بانجاز او بطوله او تاريخ او عدد، فاهمني، او رقم. طيب يا سيدي ما تزعلش، الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، الاهلي هو هرم الرياضه الاول في مصر. او خد تصريحه، ادي ما هو برضه ده هينسحب عليه فكره انه الاهلي بيتقال عليه اعظم نادي في مين الكون. اللي قال؟ والنقاد ازاي يطلع رئيس نادي الزمالك ويقول ان اكبر قلعه رياضيه في مصر نادي الزمالك؟ ينفع الاهلي يقول انا اقدم نادي في مصر كره القدم؟ بس هنا الاقدميه ده لازم تبقى واقع. كلمه اكبر قلعه لازم تبقى واقع. ليه؟ لو قلنا نرجع للاحصائيات اللي موجوده في كل الالعاب، وليس في كره القدم فقط، وتقدروا ان انتوا ترجعوا بنفسكم للتاريخ وكل حاجه موجوده النهارده. تعمل سيرش على مواقع التواصل الاجتماعي هيبين لك ان نادي الزمالك فعلا هو اكبر قلعه رياضيه موجوده في مصر نتيجه الانجازات اللي حققها في السله وفي الطايره وفي اليد. على طبعا على البطولات الاخيره. النادي الاهلي شوف كام واخد، كام بطوله افريقيا كم مره. النادي الاهلي واخد بطوله الدوري العام كم مره، واخد السوبر الافريقي، واخد واخد كاس مصر. اتقال في تصريح ده كان معايا، كان كابتن حسين لبيب في لقاء عملناه في كتابه في نادي الزمالك لما كان رئيس اللجنه اللي ساعتها كانت معينه لاداره نادي الزمالك. الكلام ده اعتقد كان من 3 سنين، وقال التصريح ساعتها. أتمنى يا رب تكون الحلقة عجبتكم. على فكرة يعني إحقاقا للحق والموضوع ليه فترة فعلا، يعني شاركنا بوجهة نظرك في التعليقات وقول لنا من وجهة نظرك مين أكبر قلعة رياضية في مصر. على فكرة يا جماعة بدون حساسية، يعني كل واحد في النهاية حر إن هو يقول وجهة نظره ويلقب النادي بتاعه باللقب اللي هو شايفه ليك بيه. متنساش تدعمونا بلايك واشتراك عشان نستمر يا شباب.